وصفة النهاردة رغم سهولتها إلا إن في ناس كتير بتتلخبط في خطواتها، عشان كده النهاردة هنعملها مع بعض خطوة بخطوة بطريقة بسيطة تخليكوا تقوموا تعملوها على طول وتكون سهلة بالنسبة لكم. وصفتنا النهاردة هي التشيز كيك المخبوزة، هنعملها على طريقة الكافيهات بأسهل الخطوات وأفخم دعم. يلا بينا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. في البداية هنشغل الفرن على درجة حرارة 180 ونسيبه يسخن ونروح بقى نحضر الوصفة بتاعتنا. أول حاجة هنجيب 3 طبقات من الورق الفويل ونغلف بيهم صينية التشيز كيك، طبعا صينية التشيز كيك اللي هي قابلة للفتح. وبعد كده هحط ورقتين من ورق الزبدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وممكن تدوا الصينية دهنة بسيطة من الزيت علشان ورق الزبدة يلزق بالشكل ده. وهنسيب بقى الصينية بتاعتنا ونبدأ ان احنا نحضر الوصفة. هحتاج 200 جرام من البسكوت السادة، اي بسكوت بتفضليه. هبدأ ان انا اطحنه في الكبة زي ما انتوا شايفين كده، طحن ناعم خالص. بعد كده هنزل عليه ب 60 جرام من الزبدة السايحة، وهبدأ ان انا اديله تقليبة بالسباتيولا. وبعد كده اديته كده تقليبة بايديا علشان لو في زبدة من تحت ما دابتش مع البسكوت تدوب كويس. طبعا عشان اعرف ان انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه ببدأ ان انا امسك البسكوت بايديا واشكله كده، لو ما تفكش معايا يبقى كده القوام اللي انا عايزاه والبسكوت معايا تمام. هرجع بقى لصينية التشيز كيك وهنزل بطبقة البسكوت وهبدأ ان انا اضغطها كويس بهراسة البطاطس. لو طبعا ما عندكيش هراسة البطاطس ممكن تستخدمي كوباية او ممكن تستخدمي ايدك، بس حاولي ان انتي تخلي الطبقة متساوية على قد ما تقدري. هحط بقى الصينية دي في الفريزر لحد ما احضر الطبقة التانية بتاعة التشيز كيك. في طبق غويط هنزل ب 100 جرام من الزبادي، ولكن اتاكد ان انا صفيت الزبادي كويس من المية بتاعته. يستحسن كمان ان انا اسيبه في مصفى من بالليل لحد ما يصفي كل السوائل بتاعته. بعد كده هنزل كمان ب 100 جرام من القشطة، والزبادي مع القشطة هو بديل اللبنة. طبعا يفضل ان انت تستخدمي لبنة في الوصفة، لكن في ناس ما عندهاش لبنة او مش متوفر عندها لبنة يبقى هتعمل الميكس اللي انا قلت لكم عليه ده، زبادي مع قشطة، ده بديل اللبنة. ممكن كمان تستخدمي ساور كريم لو متوفر عندك. مش متوفر عندك ولا لبنة ولا ساور كريم، زي ما قلت لكم دي البدائل الاقتصادية. 100 جرام زبادي، 100 جرام قشطة، نزلت بيهم في بولة غويطة. وبعد كده هنزل ب 400 جرام من الجبنة الكريمي. نتكلم شوية عن الجبنة الكريمي. أنا مستخدمة جبنة فيلادلفيا. فيلادلفيا هي أفضل جبنة بيتعمل بيها التشيز كيك، ولكن هي سعرها غالي شوية، فإحنا عندنا بدائل اقتصادية كتير في السوق. أفضل بديل اقتصادي في السوق حاليا هو دومتي اللي هي لونها أزرق. طبعا أنا استخدمتها معاكم في فيديوهات كتير، ممكن لو مش عارفين شكلها اسيب لكم لينك فيديو أنا مستخدمة فيه الجبنة الدومتي الزرقاء في الكومنتات. نزلت ب 400 جرام من الجبنة الكريمي، يعني علبتين من الجبنة الفيلادلفيا. طبعا الأوزان دي بتختلف من كل نوع للتاني، يفضل يكون عندك ميزان، لو ما عندكيش هتبصي على وزن العلبة من بره. بعد بقى ما نزلت بالجبنة الكريمي هنزل كمان بكوباية من السكر، ولو انتي من الناس اللي ما بتحبش الحلويات مسكرة قوي ممكن تقللي كمية السكر شوية. هنزل كمان ب3 معالق كبار من النشا. طبعا في ناس بتحضر التشيز كيك بدقيق، ولكن النشا بتكون أنعم في القوام، فأنا بفضل النشا أكتر في الوصفة. نزلت كمان بباكوهين من الفانيليا ومعلقة كبيرة من عصير الليمون. نزلت كمان ببيضاية وبدأت ان انا اقلب كده المكونات. يعني اول ما اخفق البيضة كده مع المكونات هنزل بالبيضة التانية، واول ما اخفق البيضة التانية هنزل بالبيضة التالتة وابدأ ان انا اقلب كده بالمضرب. عايزة اقول لكم كمان ان المكونات كلها لازم تبقى في حرارة الغرفة، لان احنا هندخل التشيز كيك الفرن زي ما اتفقنا، فلازم المكونات بتاعتك ما تبقاش لسه طالعة من التلاجة. هلاقي كده الخليط بتاعي داب بنسبة 80%، بس طبعا لسه في تكتلات من القشطة والجبنة. انا مش هبالغ في الضرب، انا بس يا دوبك كده هنعم الخليط معايا. بعد بقى ما نعمت الخليط كده بالهاند بلندر وتأكدت ان مفيهوش اي تكتلات هنزل بيه 400 جرام من كريمة الخفق. وعايزة اقول لكم ان للاسف مفيش بديل في التشيز كيك لكريمة الخفق، يعني لازم عشان نطلع القوام مظبوط نستخدم كريمة خفق. بعد كده هديها ضربة بسيطة كده بالهاند بلندر يا دوبك بس تختلط مع الخليط، وبعد كده هوقف ضرب على طول. رجعت بقى لصينية البسكوت اللي كنا سايبينها في الفريزر ونزلت بالخليط على البسكوت بعصاية الشيش طاووق كده، هخرج فراغات الهواء من السائل علشان طبقة التشيز بتاعتي تطلع ناعمة ومفيهاش اي فقاعات هواء. حطيت بقى الصينية
بتاعة التشيز كيك في صينية أكبر منها، ونزلت عليها بمية لحد نص الصينية. وطبعا زي ما احنا متفقين احنا مشغلين الفرن ومسخنينه على درجة حرارة 180. دخلت الصينية بتاعتي الفرن لمدة ساعة. وهي عايزة اقول لكم ان في تكنيك كده في التسوية لازم تمشوا عليه عشان تطلعوا التشيز كيك معاكم مظبوطة. هندخل الصينية الفرن لمدة 90 دقيقة، ممنوع منعا باتا ان احنا نفتح الفرن. بعد كده هطفي الفرن وهسيب التشيز كيك تبرد جوه الفرن لمدة ساعة، برضو مش هفتح عليها الفرن. وبعد ساعة هبدأ ان انا افتح الفرن، بس هسيبها برضو جوه الفرن لمدة 30 دقيقة، باب الفرن مفتوح، مش هطلعها الا بعد 30 دقيقة. طبعا عشان اللخبطة ممكن تتلخبطوا شوية هسيب لكم تعليمات الخبز بتاعة التشيز كيك في اول كومنت في الفيديو. بعد بقى ما طلعتها من الفرن هسيبها بقى تبرد تماما، وبعد كده ادخلها التلاجة علشان تاخدوا قوام حلو للتشيز كيك. لازم تسيبوها لتاني يوم في التلاجة، كل ما تسيبوها في التلاجة ما استعجلتوش عليها هتاخدوا منها قوام ونكهة حلوة جدا. لو مستعجلة قوي ممكن تقطعيها بعد 6 ساعات، ولكن زي ما قلتلك كل ما تتسيب في التلاجة كل ما هتاخدي منها قوام افضل وطعم احلى. طلعتها بقى من التلاجة وبدأت ان انا احط عليها الفليفر اللي انتي بتفضليه. انا مستخدمة كريمة البندق، وبدأت ان انا احط كده كريمة البندق على التشيز كيك وسويتها بالشكل ده، وزينتها كده بشوكولاتتين كانوا عندي. وطبعا التزيين والفليفر ده على حسب ذوقك، ممكن تحطي شوكليت، تحطي فراولة، تحطي اللي انت عايزاه ومتوفر عندك. وبس كده، جربوها بالطريقة دي، متأكدة ان هي هتعجبكم وهتبطلوا تطلبوها من بره، هتعملوها دايما في البيت بنظافة وبتوفير اكتر. وهستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.